أعزائي المتابعين، نهاركم طيب، نهاركم زين، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رانا راح نعطيلكم الوصفة الحقيقية والوصفة الأصلية والتقليدية القديمة تاع البالوزة. وش هي البالوزة؟ البالوزة هي تحلية كنا نديروها في سهرات رمضان، ونديروها في الصماط. اللي حكيت لكم عليه نهار درت المحلبي. المهم هنا كما كتشوفوا في المقادير، لهنا عندي كاس تاع الماء تاع لانجاس، ولا هنا عندي الكاس تاع الماء تاع الفراز. دوك بزاف يتسائلوا يقولك شو هذا الماء تاع لانجاس والماء تاع الفراز. لك شفتوا كي نعودو نديرو المعجون تاع لانجاس ولا تاع الفراز ولا تاع السفرجل ولا العنب ولا حب الملوك ولا المهم كل انواع المعاجن، ديما كي نفورو هذيك الحاجه ولا الخوخ. مام الخوخ كي نديرو هذاك الماء تاعو اللي نفورو عليه، هذاك هو اللي نديرو به البالوزه. دوك الناس بزاف يتسائلوا يقولك انا ما عنديش الماء. ما عندكش الماء، عندك الحل. هنايا انا كان عندي زوج حبات انجاس في الفريجيدير، رحيتهم وحطيت لهم الماء، شويه ماء، وكيلتها ربع اطرا. شتو سهله مهله. ولا هنا عندي تاع الفراز كان عندي الماء تاع الفراز، نعم. واش اللي درت له ملعقه تاع معجون تاع الفراز. المعجون هذاك تاع الفراز اللي درتو في الدار، هزيت هكا شويه منه، ملعقه زوج ملاعق، خطر كونتيتي لهنا راهي صغيره، راهي ربع اطرا. رحيتها، زدت لها هذاك الماء ورحيتها، تحصلت لهنا على ربع اطرا تاع الماء تاع الفراز، ولهنا ربع اطرا الماء تاع الانجاص. اللي عنده التشينا يحب يدير التشينا، اللي عنده اي حاجه تقدر ديروها. البالوزه بكري الوصفه الاصليه كانوا يديروها من الماء اللي نفوروا عليه هذوك الفواكه، كيما حنا الخوخ، المشماش، الكرطوس اللي هو التين، كل انواع المعاجن. والماء هذاك هو اللي نديرو به البالوزه. ولا نديروها بالسيرو. واش معناتها السيرو؟ انه الماء والسكر ونطيبوهم هكا ونديرو لهم نشا ونعقدوهم. هذه هي. ويجيب الماء ورد، ماشي زهر، ماء ورد. نأكد ونعاود، كل هاد التحليات بكل يجيب الماء ورد، كيما المحلبي وخلي. المهم باه ما نطولش عليكم بزاف، هنا قلنا الكيلة تاع لانجاس. دوك اي واحد عنده الفواكه في الدار يقدر يديرها، بصح ما تشريوليش الجو تاع برا وديروا له السكر والنشا وتقولوا لي درنا البالوزه، لا. هنا راكم تتبودعوا، برك انا متبودع. على كل حال، هنا عندنا ملعقه اكل نشا، ملعقه سكر، وهنا عندنا ماورد، فنجان صغير ماورد. هنا تاني لا ميم شوز، عندنا ربع اطرا الماء تاع الفراز، هنا عندنا ملعقه تاع نشا، فنجان صغير ماورد، وهنا ملعقه اكل سكر. اللي يحب يدير السكر بزاف يزيد، انا ما نحبش السكر بزاف، نحبو يجي نورمال، ماشي حلو بزاف ماشي خفيف، كيما نقول حنا صامت هكذا. دوكا نتمنى انه كلش واضح. لهنا قلنا لي ما عندوش الماء تاع الفراز يدير شويه معجون تاع الفراز، كيما نقول حنا ملعقه ولا، ويحط لها شويه ماء ويرحيها في الميكسور ولا، ويتحصل على هذا الخليط. ولا هنا بالنسبه للانجاس تاني ميم شوز، حبه انجاس رحيوها وديروا لها شويه ماء، وها تحصلوا على هذا الخليط. دوك هادو بكون نطيبوهم. دوك نروحوا لعمليه الطهي. هنايا كيما قلت لكم، اللي عنده تشينا في الدار يديرها، اللي عنده البنان يديرو. مي البنان بكري ما كناش نديروه، سما البنان لا حبيتو هذيك اضافات تاعكم ضيفوا على روحكم، لكن الوصفه الاصليه، الوصفه الحقيقيه والتقليديه والقديمه، هي بكري كانوا يديروه من الماء اللي يفور عليه الفواكه ولا السيرو. هذه هي البالوزه. وكاينه طريقه خلاف اللي هي تاع الحليب. ديروا تاني الحليب وديروا النشا وديروا السكر والماء ورد. اللي عنده الحليب يدير تاني هكا. هذه بصح طريقه عصريه هكا، بها ما نتبودعوش، بها ما نخلطوش الامور. حب يدير الحليب يدير الحليب، والحليب هذاك تنكهوه كيما حنا نديرو له نكهه. ما عمباليش انا واحد يدير له الكراميل واحد يدير له، لكن هذه سميوها كريمه تحليه فقط. ما تقولوش بالوزه، لانه البالوزه لازمها تبان، لازمها تكون شفافه.
هكذا. دوك نروحو للطياب. هنا انا حطينا داك الخليط تاعنا ونزيدو نحطو له موراف السكر، ما نحبوش حلو بزاف، ونزيدو نحطو له الماء ورد. هكذا نخلطوه مليح ونروحو نطيبوه. هانا قاعدين نطيبو، هانا نطيبو في الخليط تاعنا، نطيبوه حتى يتقال. كي يتقال خلاص ويولي كيما نقولو حنايا بقبق، هنا لتما نحيوه ونسربيوه في الصحن. هذه هي. لكن نتوما كي تبداو تخلطوا، خلطوا كلش في البارد في البارد. هنا هاكو تشوفوها هاي بدات تتقال. هذه تاع الفراولة تاع لي فراز، شوفوا الله يبارك زي ما جات ما شاء الله، شفافة ترونسبارون. شوفوها شفتو زين. هذه هي البالوزة الأصلية والحقيقية. جربوها جربوها. قلت لكم إذا ما عندكمش الماء تاع الفراز، ديروا الماء وحطوا له شوية معجون ورحيوه، وها تتحصلوا على أروع بالوزة. دوكا ها راهي طابت، دوك نحيها. فوالا هاي البالوزة تاعنا تاع الفراولة راهي واجدة. حطيت لها شوية لوز من الفوق، ديكوريتها جات اروع ما يكون. وهاي التحلية تاعنا الثانية تاع البالوزة تاع لانجاس كيما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله. القوام تاعها هايل هايل هايل. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وتنجحوا فيها وعطيوني رايكم، وبربي ان شاء الله هكا نحافظوا على التقاليد تاعنا التقليديه كما نقولوا حنا القديمه والاصليه والصحيحه بدون تبودير. هكذا نقول لكم صحه فطوركم بعد، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقات القادمه، ونقول لكم سلام.